السلام عليكم طلاب الصف الثالث الثانوي. معاكم مسيو جميل أحمد. إن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض شرح الدرس الأول من منهج اللغة الفرنسية لثالثة سنة، وهنشوف مع بعض الشرح بأبسط طريقة. بس في البداية لو أنت مش كانش مستواك كويس في الفرنساوي في أولى وفي تانية، أنصحك إن أنت تسمع الكورس تحت تأسيس اللغة الفرنسية، هتلاقيه موجود على القناة. الكورس على بعضه هتلاقيه 8 فيديوهات، كل فيديو حوالي ربع ساعة، يعني الموضوع كله مش هياخد منك ساعتين. فانت لو مستواك ما كانش كويس في اولى وفي تانية، قبل ما تسمع الحصه روح اسمع الكورس الاول افضل عشان تفهم الحصه بسهوله. طب لو انا مستواي كان كويس في اولى وفي تانية، خلاص كمل الحصه معايا. طيب نبدا على بركه الله. النهارده ان شاء الله عندنا الوحده الاولى اللي هي انيتي 1 اسمها لو كليب دي سبورتيف، نادي الرياضيين. عايزك تكون عارف ان احنا عندنا في المنهج بتاعنا 4 وحدات، كل وحده فيها 3 دروس. تمام، يبقى احنا عندنا 12 درس في السنة كلها. بالإضافة لل 12 لكل وحدة فيها 3 دروس، في عندنا درس تمهيدي. الدرس التمهيدي ده ببساطة بيبقى عبارة عن الحوار أو الديالوج اللي موجود في كتاب المدرسة. فاحنا ببساطة هنشوفه إن شاء الله بعد ما نخلص ال3 دروس، بحيث ناخده كتدريب أو كتطبيق على ال3 دروس اللي احنا أخدناهم. تمام؟ يبقى احنا ببساطة عندنا في المنهج كله 12 درس، والدروس التمهيدية ديت عبارة عن حوار أو ديالوج هنحله في الآخر بعد ما نخلص كل درس. طيب كل درس عبارة عن إيه؟ كل درس بيبقى فيه مجموعة كلمات بتحفظها، جزء جوامع وقواعد ده مهم، في عندنا جزء المواقف، وبعد كده الجزء بتاع الأسئلة المقالية. جزء الأسئلة المقالية بينقسم لحاجتين، اللي هي أسئلة الإيميل، وأسئلة الإيميل بيبقى فيها جزء كلمات الاستفهام، تمام، اللي هي متى وأين وكيف والحاجات دي. وكمان الجزء الثاني من الأسئلة المقالية اللي هو موضوع، تكتب موضوعات، كل موضوع عبارة عن 25 كلمة. هتلاقيني مقسم لك شرح الدرس الأول لعدة فيديوهات، بحيث كل فيديو بيشمل جزئية معينة، وهتلاقيني محدد لك الأسئلة اللي تحلها بعد ما تاخد كل فيديو في الكتاب الخارجي أيا كان الكتاب اللي معاك، بحيث لما تاخد الفيديو تفهمه كويس تبتدي تحل عليه وتطبق عليه. وهتلاقي كمان في جزء واجب بإذن الله، وكمان جزء كلمات هتحفظها كل حصة أو كل فيديو. طب نبدأ على بركة الله. الدرس الأول معانا اسمه ديغ كيلسبور اون في، يعني بنقول أي رياضة بنمارسها، يعني إزاي تعبر عن الرياضة اللي أنت بتمارسها. فمن الاسم كده واضح إن الوحدة الأولى بتتكلم عن الرياضات، فال3 دروس كلهم بنتكلم فيهم عن أنواع الرياضات وأسمائها. هنبدأ مع أول حاجة عندنا ليسبور. ليسبور الرياضات، هنشوف مع بعض أنواع الرياضات. أول حاجة الرياضة عندنا بتنقسم لحاجتين، سبور كولكتيف او نقول سبور ديكيب. يبقى كولكتيف هي نفسها ديكيب اللي هي رياضه جماعيه او رياضه الفريق، يعني رياضه بيبقى فيها فريق. النوع الثاني من الرياضه سبور انديفيدوال، رياضه فرديه. لازم تعرف الكلمتين دول كويس او النوعين دول كويس، انهم دايما بيجوا في الامتحانات. طب احنا قسمنا رياضات جماعيه وفرديه على اساس ايه؟ على اساس المكسب. يعني ايه؟ يعني الرياضه الجماعيه او اللي هي الديكيب دي بيبقى مجموعه لعيبه بيكونوا فرقه عشان يحققوا كلهم الفوز. يعني زي كرة القدم كده، اللعيبه كلها بتتعاون وبتتشارك بحيث يكسبوا كلهم مع بعض، والفرقه اللي بتكسب بتبقى اللعيبه كلها كسبت. انما الرياضه الفرديه بيبقى لاعب واحد قصاد منافس واحد او اكتر، واللي بيحقق الفوز لنفسه بس، وبيحققه من غير مساعدة حد. تمام؟ يبقى انا ببساطة الجماعية بيبقى لعيبة بتلعب مع بعضها بيحققوا الفوز مع بعض، انما الفردية كل لاعب بيلعب لوحده بيحقق الفوز لنفسه بس. طيب يبقى ده الشوط الاساسي عشان تبقى رياضة كولكتيف او انديفيدوال. طب الكلام اللي انا قلته ده، رياضة زي سباق الجري تعتبر جماعية ولا فردية؟ هتبقى ايه؟ طبعا هتبقى رياضة فردية، لان السباق الجري ناس كتيرة بتجري، بس كل واحد بيجري لنفسه، بحيث لو كسب يبقى هو كسب لنفسه. خد بالك لان الرياضة دي جت السؤال ده جه قبل كده في امتحانات ثالثة ثانوي بتاعة الازهر من سنتين، والطلبة عملتها غلط. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت الفرق بين الرياضة الجماعية والفردية. تمام؟ طب هتقولي طب انا تمام الكلام ده، بس انا في الامتحان مثلا نسيت. ببساطه عندنا هنا الرياضات الجماعيه اللي عندنا في المنهج كلها، يعني انت لو حفظت دولت هتعرف ان دولت جماعيه، وتسيبك من الكلام اللي انا قلته قبل كده.
يبقى عندنا الرياضة الكوليكتيف أو الديكيب اللي هم لو فوتبول، لو فولي بول، لو باسكت بول، لو أوندي بال، طبعا معانيهم قدامك. لو هوكي ولو رugby. رugby اللي هي زي الأمريكان فوتبول. هتلاحظ هنا عشان تحفظهم بسهولة عندنا أول 4 هم نفسهم بتوع الإنجليزي، هتزود عليهم بعدها 2 الهوكي والرugby، وكلهم رياضات مذكرة. فدي الرياضات الجماعية أو اللي هي دي كيب الموجودة عندنا في المنهج بتاعنا. تمام، فدول لازم أحفظهم كويس. طب خد بالك بقى إن الرياضات اللي فيهم كلمة بال اللي هم جايين من الإنجليزي ممكن أكتبهم من غير كلمة بال اللي هي كلمة بول بالإنجليزي. يعني بدل ما أقول له فوتبول فأقول فوت، باسكت، فولي، اوند. تمام، يبقى الكلمات اللي فيها بال ممكن اكتبهم من غير البال. طيب يبقى دي الجزئيه دي مهمه، بدل تعرفوا هنا تحفظ دولت وتعرف الملاحظه دي. طب بالنسبه بقى للرياضات الفرديه، الرياضات الفرديه هنا عندنا الرياضات المذكره وهنا عندنا الرياضات المؤنثه. فالمطلوب منك يا بطل ان انت تشوف اسم الرياضه، تعرف معناها وتعرف هي مذكره ولا مؤنثه، دي اهم حاجه. هقرأهم لك وشوف المعنى معايا. لو تنس، لو بينج بونج. خد بالك بينج بونج بتساوي لو تنس دو طابل اللي هو التنس الطاوله، فاللي هو البينج بونج. خد بالك من الكلمات اللي بتساوي بعضها، الكلمات اللي بتساوي بعضها لان بيجي مثلا في القطعه يجيب لي يقول لي البينج بونج، بيجي في الاسئله تحت ما يجيبليش كلمه بينج بونج، يجيب لي كلمه لو تنس دو طابل، فابقى عارف ان هما الاثنين بيساووا بعض. لو بادمنتو، دي لعبه زي التنس بس الكوره بتاعتها بتبقى مختلفه. لو جولف، لو سكواش، لو سيكليسم، والسيكليسم بتساوي كلمة لو فيلو. لو فيتيتي، الفيتيتي دي اختصار لكلمة فيلو تو تيران اللي هي درجات السير في الطرق الجبلية. خد بالك من كلمة تو شكلها عشان بيسأل عليها في الامتحانات، وكلمة تيران، وبنكتب الحروف بتاعتهم كابيتال الاختصار بتاعها، ناخد أول حرف من كل كلمة. لو تيرا لارك، لو يوجا، لو جودو، لو كاراتيه، واخد بالك كاراتيه الكاراتيه لعبة مذكرة. الاتليتيسم، والاتليتيسم جنبها ام فالام دي بيقصد بيها مذكرة. لو رافتينج، لو كانيونينج، لو جوجينج، لو دلتا بلان، لو باراشوتيسم، لو سيرف، لو كايت سيرف، لو سكي، لو باتيناج، لو باتان اجلاس. الباتيناج بتساوي كلمة باتان اجلاس، لازم برضه اعرفهم كويس. الفرق بين السكي والباتيناج او الباتان اجلاس ان السكي بيبقى التزلج على الجليد باستخدام لوح، وعامه بيبقى ده جليد طبيعي اللي بيبقى موجود في الجبل. انما الباتيناج او الباتان اجلاس بيبقى باستخدام حذاء وبيبقى في الغالب في جليد صناعي طريقه التزلج. لو سكات، لو باتان اغوليت. طبعا السكات التزلج على لوح بعجل اللي هو زي السكيت، والباتان اغوليت اللي هو بحذاء بعجل. دي الرياضات المذكرة. مطلوب منك زي ما قلت لك تشوف الكلمة تعرف معناها وتعرف هي مذكرة ولا مؤنثة. طب قبل ما نشوف الكلمات المؤنثة في عندنا ملحوظة. لو انت فاكر لما خدنا الحروف المتحركة في كورس التأسيس هتلاقيني قلت لك ان حرف القش ساعات بيبقى في كلمات متحركة وساعات بيبقى في كلمات ساكنة، وقلنا الكلمات الغالبية بيبقى متحركة. الساكن بنعرفه لما نيجي نحفظ الكلمات او نيجي نشوف الكلمات. فعندنا كلمة لهوكي وكلمة لأوند بال، القش اللي فيهم تعتبر قش ساكنة، يعني بنحط اللو ما بنحطش إلا أبوستروف. خد بالك عشان بيسأل عليها كتير في الامتحانات. يبقى أوند بال وهوكي القش اللي فيهم قش ساكن. وكمان لو أنت فاكر كنت قلت لك إن الإجريك لو جاية في بداية كلمة تعتبر حرف ساكن، إنما لو جاية لوحدها ده تبقى حرف متحرك. فهنا جاية في بداية كلمة فبرضه تعتبر ساكنة، فخدت اللو ما خدتش إلا أبوستروف. يبقى انا ببساطه اللي عندي ان اون دي بال وهوكي القش اللي فيهم ساكنه، واليوجا الاجريك برضه ساكنه، فبياخدوا لو وما بياخدوش الا ابوستروف. فدي الملاحظه دي مهمه جدا لازم تحفظها كويس. طب ده بالنسبه للرياضات المذكره. طيب الرياضات المؤنثه عندنا لا فوال، لا بلانش افوال، لا بلونجي، لا بوكس، لا لوت، لا شاس، لا بيش. شاس ده اللي هو الصيد البري، انما بيش ده صيد الاسماك. لا راندوني، لا مارش، لا مارش واخد بالي مارش الاو هنا معلهاش اكسون عادية. لا كورس ا بيي، لا بيتونك، لا فورميلا 1، لا ناتاسيون، لا جيمناستيك، لا دانس،
l'escrime, l'équitation, l'escalade, l'aérobic. هنا طبعا الكلمات اللي فيها اف دي كلها كلمات مؤنثة. خد بالك كلمة اغيوبك دي كلمة مؤنثة. دي الكلمات المؤنثة اللي عندنا، زي ما قلت لك تشوف الرياضة تعرف معناها وتعرف مذكرة ولا مؤنثة. تمام؟ دول طبعا المؤنثين اللي عندنا. او خد بالك عشان الرياضة اللي فاتت دي جت قبل في امتحان السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها، اللي هي كلمة دلتا بلان. دلتا بلان دي كلمة مذكرة. خد بالك لأن الطلبة عملتها مؤنثة، بس كلمة دلتا بلان مذكرة. يبقى دي كده الرياضات اللي عندنا. يبقى احنا اللي عرفناه لحد دلوقتي ان عندنا رياضات بتنقسم لجماعيه وفرديه، وشفنا الرياضات الجماعيه والرياضات الفرديه، وشفنا الملاحظه بتاعت ان احنا نكتب الرياضات اللي هم الاربعه بتوع الانجليزي من غير كلمه بول، وشفنا الملاحظه اللي هي بتاعت الثلاث رياضات دولت ان هم الحروف اللي فيهم ساكنه. دي اللي عايزك تعرفه لحد دلوقتي. طيب بعد كده عندنا الرياضات ممكن تنقسم لانواع فرعيه. طب رياضات فرعيه زي ايه؟ تبقى سبور نوتيك، رياضه مائيه. سبور اون بلانير، رياضة بتمارس في الهواء الطلق. سبور اكستريم، رياضة خطيرة. أنا عايزك تعرف بس أسمائهم، يعني سبور نوتيك مائية، اون بلانير في الهواء الطلق، اكستريم خطيرة. وأنت تبتدي توزع الرياضات بدماغك، يعني مثلا رياضة بتتمارس في المية فكده تعتبر رياضة مائية، زي مثلا لا بلونش فوال اللي هو التزلج بلوح شراعي، أنت هتزلج باللوح الشراعي في المية. لا ناتاسيون السباحة، لا فوال اللي هو الموكب الشراعي. فدي حاجات كلها مائية، حاجة مثلا زي الغطس تبقى مائية، وهكذا. طب بتمارس في الهواء الطلق زي مثلا لا مارش اللي هو المشي، لا روندوني التنزه، لو سكي اللي هو التزلج على الجليد، ما انت هتزلج على الجليد في الجبل بيبقى في الهواء الطلق. تمام. اي حاجة برضه تانية مثلا زي اللي هي الجوي على سباق الجوي برضه بيبقى في الهواء الطلق. يعني انت بتصنفهم بدماغك. طب سبورك استخام الرياضة الخطيرة أي حاجة خطيرة زي مثلا لوسكالات تسلق الجبال، لو فيتيتي اللي هي ركوب الدراجات الجبلية، لو سكي التزلج على الجليد. طبعا التزلج على الجليد في الجبل بيبقى محتاج مهارة معينة، مش أي حد يعملها، لازم يبقى متدرب كويس. يعني زي أنت شايف إن ممكن الرياضة تنقسم لأكتر من نوع أو من أكتر من تصنيف فرعي، فدي أنت بتجيبها بدماغك بحيث لو بتيجي عامة في المواقف يقول لي صديقك بيسألك عن رياضة مائية سبورنوتيك، فأنت هتشوف من الاختيارات إيه منهم اللي بيتلعب في المية فتقوم مختار. مثلا سبورن بلانير رياضة بتمارس في الهواء الطلق، نفس الكلام هتشوف في الاختيارات هتلاقي حاجة بتمارس في الهواء الطلق هي اللي تبقى نافعة، يعني موضوعها سهل. تمام يا بطل. فلحد هنا أخدنا أنواع الرياضات، يبقى عرفنا الأنواعين الأساسيين بالإضافة للثلاث أنواع الفرعية. طب بعد كده عندنا كلمة لا كورس. لا كورس اللي هي سباق. طب انا عايز احدد نوع السباق ده، عندي طريقتين، يا اما احط دو بس هيجي بعدها اسم جامع، او احط بس يجي بعدها اسم مفرد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عايز احدد نوع السباق، مثلا اقول سباق موتوسيكلات، كلمه سباق اللي هي لا كورس، هي لا كورس هي. ممكن احط دو واكتب كلمه موتو اللي هو موتوسيكلات بس احطها جامع. السبب عشان حطيت الدو لان قلنا دو زائد اسم جامع. طب نفس الكلمة لو أنا حددتها بس بدل ما استخدم الدو استخدمت زي سباق الموتوسيكلات أقوم قايل لا كورس موتو. هتلاحظ هنا كلمة موتو جاية مفرد عشان جاية بعد هنا مثلا لا كورس دو فيلو سباق عجل أو سباق دراجات، هنا حطيت فيلو فيها اس عشان الدو جاية بعد الدو، إنما هنا حطيتها فيلو عادية عشان جاية بعد طب في الامتحان بيسألنا عن إيه؟ بيسألنا عن أو الدو أو الكلمة اللي جاية بعدهم. فانت لو لقيت الكلمه جمع تحط دو، لقيت الدو تحط جمع، لقيت تحط مفرد، لقيت الكلمه مفرد تحط تمام. بس خد بالك الملاحظه دي جايه بس في ملخص واحد، بقيه الملخصات جايبه ان انت هتستخدم والدو عادي لو مفرد وجمع مفيش مشكله. فانت عشان تطلع من الموضوع ده لو جالك الدو حط بعدها جمع، جالك حط بعدها مفرد. طيب مثلا لقيت كلمه السباق جاي بعدها جمع المفروض احط الدو، بس ما لقيتش في الاختيارات الدو، خلاص حط تمام. يعني عادي ممكن تستخدم والدو مكان بعض عادي لو مش موجودين، بس لو لقيتهم الاثنين موجودين تمشي على القاعده الموجوده ديت، يعني لقيت الدو تحط بعدها جمع، لقيت تحط بعدها مفرد. لو انا لقيت ومفيش في الكلمات مفرد خلاص خد جمع عادي هتمشي. تمام يا بطل. طيب ده بالنسبه للسباق، بس خد بالك من حاجه مهمه، كلمه سباق الجوي دايما بتاخد يعني بقول لا كورس بيي،
هتلاقي الأ وبعدها بيه جاية مفرد، يعني ما ينفعش أحط الدو وأحط دي الجمع، تبقى غلط، خد بالك من دي. كمان في ملاحظة عندنا إن كلمة سباق الجوي بتساوي كلمة لو جوجينج. جوجينج اللي هو الوجد الخفيف أو الجوي الخفيف، اللي هو الجوي بيبقى الصبح ده. فالاتنين دول بيساووا بعض. تمام. يبقى اللي احنا أخدناه لحد دلوقتي إن احنا نفرق بين الرياضات الجماعية والفردية، وعرفنا الأنواع الفرعية للرياضات اللي هي مائية وفي الهواء الطلق والخطيرة، وعرفنا إزاي نكتب كلمة سباق. بالإضافة لكم ملحوظة إن إحنا ممكن نكتب الكلمة الرياضة اللي جاية من الإنجليزي من غير كلمة بال، وكلمة هوكي وأون دي بال ويوجا بادئين بحروف ساكنة. كلمة لاكورس أبيي بتساوي لجوجينج. دي الملاحظات اللي إحنا أخدناها. تمام. دلوقتي بقى هنكمل الجزء الثاني من الحصة بتاعتنا وهنشوف جزء القواعد. الجزئية اللي جاية دي مهمة لأن دايما بتيجي في الامتحانات، ركز معايا. هنشوف لي فيرب دي سبور، يعني الأفعال اللي بنستخدمها مع الرياضة. أول حاجة عندنا الأربع أفعال دول. المطلوب مني هنا إن أنا أحفظها وأعرف معانيها وأعرف أصرفها. بتيجي في الامتحان بس كتصريف أفعال، وبتيجي كمان على حسب المعنى اللي هي زي يكسب ويخسر والحاجات دي. طيب أول فعل معانا اللي هو ناجي. ناجي بمعنى يعوم. طبعا فعل مجموعة أولى، هشيل الأو إر وأحط النهايات اللي احنا حافظينها من سنة أولى مع الجو أو مع التي أو إس وهكذا. تبقى جو ناج، تي ناج، إل إل أون ناج، نو ناجون، فو ناجي، إل إل ناج. إن أنا شلت الأو إر وحطيت مع الجو أو مع التي أو إس والإل والإل والأون أو مع النو او ان اس والفو زد والالافيكاس والالافيكاس او ان تي. وفي ملاحظه احنا عارفينها، لو الفعل قبل الاو ار موجود فيه حرف الجي، في الحاله دي بنزود او مع تصريف النو بس، قلنا نو ناجون. فعامة هو الموضوع بيجي اختياري، فانت بتبص على النهايه بتاعه الفعل وتقوم حاططها على اساس الفاعل. تمام. طيب يبقى ناجي بمعنى يعوم. بعدها جانيي. جانيي بمعنى يكسب. نفس الكلام مجموعة أولى، هشيل الأو إر وأحط النهايات. تبقى جو جاني، تي جاني، إل إل أون جاني، نو جانيون، فو جانيي، إل إل جاني. تمام. بعد كده فعل كورير. كورير بمعنى يجري. ده طبعا فعل مجموعة تالتة، فبيتحفظ لأن احنا عارفين أفعال مجموعة التالتة بتبقى أفعال غير منتظمة، يعني كل فعل بنحفظه زي ما هو. فمثلا عشان اسهل عليك الحفظ بتاعه، احنا بنشيل اخر حرفين اللي هما الاي والار، وبنحط اس اس تي. وفي الجمع بنحط نهايات المجموعه الاولى اللي هي او ان اس او زد او ان تي. يعني في المفرد لو انت لاحظت هتلاقيني شلت اخر حرفين وحطيت اس، قلت جو كور، تي كور، إل إل أون كور. مع الإل والإل والأون حطيت تي، يبقى مع الجو التي اس اس، مع اللي هم إل وإل وأون حطيت حرف التي. طب في الجمع قلت نو كورون، فو كوري، إل وإل كور. حطيت نهايات المجموعة الأولى اللي هم أو إن اس مع النو، أو زد مع الفو، ولو إن تي مع الإلافيكاس والإلافيكاس. طيب بيردر بمعنى يخسر. نفس الكلام، بشيل اخر حرفين واحط اس اس، بس ما بحطش تي بقى، هنا ما بحطش حاجه، يعني بشيل الار او اللي هم اخر حرفين واكتب الجزء اللي فاضل بس مع الايل والال والاون. في الجمع بنحط نهايات المجموعه الاولى، يبقى او ان اس او زد او ان تي. يبقى جو بير، تي بير، il elle on perd، nous perdons، vous perdez، il elle perd. يبقى يا بطل حفظهم مفيش اسهل منه. المطلوب منك زي ما قلت لك تعرف معانيهم وتعرف تصرفهم. زي ما قلنا في اول اتنين مجموعه اولى تصرفهم عادي، والاتنين التانيين دولت بنشيل اخر حرفين ونحط اس اس تي نهايات الاولى. بس في بيردر بحط نفس الكلام بس مع الايد والال والاو ما بحطش حاجه، يعني بحط اس اس مفيش نهايات الاولى. تمام. دي اول جزئيه. طب دي سهل. بعد كده عندنا لو انا عايز اعبر عن الرياضه اللي انا بلعبها بستخدم افعال معينه. ركز بقى معايا لان ده اللي دايما بيجي. اول فعل ممكن استخدمه اللي هو فعل براتيكي. براتيكي بمعنى يمارس. طبعا فعل مجموعه اولى، هشيل او ار واحط النهايات اللي احنا حافظينها، تبقى جو براتيك، تي براتيك،
on pratique, nous pratiquons, vous pratiquez, il pratique. لو عندك مشكلة في جزئية النهايات دي فارجع شوف الكورس لأنها مهمة. طيب أنا حفظت فعل pratiquer وعرفت إزاي بصرفه. إيه اللي لازم أعرفه فيه؟ لازم أعرفه لو جه بعد فعل pratiquer اسم رياضة، فالرياضة دي بحط قبلها أداة معرفة. طبعا أدوات المعرفة اللي هم اللو والله والإلا أبوستروف واللي اللي إحنا واخدينهم في أول حصة في كورس التأسيس. فدي أهم حاجة، يبقى براتيكي بيجي بعده أداة معرفة زائد الرياضة. يعني مثلا أقول جو براتيك لو فوت، يعني أنا أمارس لو فوت اللي هي كرة القدم. هتلاقي هنا فعل براتيكي اللي هو ده، بس كتبته مع الجو فشلت الأو إر وحطيت الأو مع الجو. جبت بعده أداة المعرفة اللي هي اللو وحطيت اسم الرياضة. طبعا جبت اللو عشان الرياضة اللي عندي هنا مفرد مذكر فحطينا قدامها اللو اللي هي بتاعت المفرد المذكر. هنا il pratique le yoga، هو يمارس اليوجا. نفس الكلام هنا رياضة جاية بعد فعل براتيكي فحطيت أداة معرفة. فدي أهم حاجة لازم تحفظها، براتيكي بيجي بعده أداة معرفة زائد اسم الرياضة. طبعا أداة المعرفة بحطها على حسب اسم نوع الرياضة اللي عندي، مفرد ولا جمع، مذكر ولا مؤنث. طبعا ده كله موجود في كورس التأسيس في أول حصة فيه. تمام. الفعل التاني اللي ممكن استخدمه عشان اعبر عن الرياضة اللي انا بلعبها فعل جوي. جوي بمعنى يلعب. طبعا نفس الكلام، فعل مجموعة اولى هشيله ار واحط النهايات اللي احنا حافظينها، يبقى جو تي جو il on joue nous jouons vous jouez il joue. اخد بالي بقى ان فعل جوي بيجي بعده حرف الجو والادغامات بتاعته زائد اسم الرياضة. طبعا حرف الجو موجود برضه في كورس التأسيس بالتفصيل، بس عامة احنا قلنا بنحط لو جاي بعدها الاسم سواء كان رياضة او حاجة تانية مسبوق بمحدد نحط العادية اللي بالشكل ده. لو الرياضة ما قدامهاش محدد بنحط حرف الجر بالمحدد بتاعه، يعني بنحط بعدها الكلمة مفرد مذكر، مفرد مؤنث، إلا أبوستروف مفرد بادئ بمتحرك والأو زائد الجمع. ده يعني اختصار بسيط لها. لو انت مش فاهمها ارجع شوف حصة اللي هي حروف الجر اللي موجود فيها بالتفصيل. تمام. يبقى انا اللي اعرفه هنا ان جوي بيجي بعدها والادغامات بتاعتها زائد الرياضة. بس خد بالي من حاجة، جوي بيجي بعده انواع معينة من الرياضة. يعني احنا شفنا من شوية فعل براتيكي كان بيجي بعده أداة معرفة زائد أي اسم رياضة أي حاجة. إنما جوي بيجي بعده والإدغامات بتاعتها بس زائد الرياضة اللي هي بتتلعب بكورة. يبقى رياضة بنمارسها بكورة بس زي التنس بنلعبه بكورة، الجولف، كرة القدم، الباسكت، المهم يكون اللعبة فيها كورة. وكمان بيجي معاه الألعاب الترفيهية اللي هي الألعاب زي الكاوت، الكوتشينة، الإيشاك اللي هو الشطرنج، وهنشوفهم دلوقتي. فأنا اللي عايزك تعرفه دلوقتي إن جوي بيجي بعده والإدغامات بتاعتها زائد الرياضة، بس الرياضة ديت لازم تكون بتتلعب بكورة أو تكون رياضة ترفيهية. طب نشوف أمثلة عشان نفهم. زي دي مثلا جيجو أو فوت، أنا ألعب كرة القدم. هتلاقي هنا فعل جوي كتبته مع الجو، شلت الأو إر وحطيت أو عادي مع الجو، ولما جبت بعده اسم الرياضة حطيت الأو بالشكل ده اللي هي عشان قلنا جوي والإدغامات بتاعتها زائد الرياضة. فهنا عندي الرياضة مفرد مذكر فحطيت قبلها أو بالشكل ده. طبعا لازم الرياضة دي تتلعب بكورة أو تكون رياضة ترفيهية. فطبعا الفوت دي كرة قدم. هنا il joue à la pétanque، هو يلعب لعبة الكرات الحديدية. نفس الكلام فعل جوي حطينا الألا عشان كلمة بيتونك دي رياضة بتتلعب بكورة وبيكون رياضة مؤنثة فخدت الألا. هنا il joue à l'euro-million، هي تلعب اليانصيب. اليانصيب دي لعبة ترفيهية. فعامة الكلمة دي مفرد بادئ بمتحرك فحطينا إلا أبوستروف. هتقولي في هنا الاس الكلمة دي تعتبر مفرد، هي فيها بس هي تعتبر مفرد عادي. هنا il joue aux échecs، هو يلعب الشطرنج. نفس الكلام عندي فعل جوي وجاي بعده رياضة اللي هي سواء رياضة بتتلعب بكورة أو لعبة ترفيهية. فأنا عندي هنا لعبة ترفيهية اللي هي الشطرنج، حطيت قبلها الأول بالشكل ده عشان الشطرنج جامع، هو يلعب الشطرنج.
طب جي جو ا دي جو فيديو، انا العب العاب الفيديو. فهنا عندي فعل جويه جاي بعده العاب ترفيهيه، حطيت الاه والادغامات بتاعتها. زي ما اتفقنا بحط الاه دي لو عندي قدام الرياضه او اللعبه محدد، فانا عندي هنا المحدد اللي هو الدي اللي هو اداه النكره، فحطيت الاه العاديه. انما في اللي فوق ما كانش عندي محددات، فكنت بحط حرف الجر بالمحدد بتاعه على حسب نوع الاسم اللي عندي. تمام، خد بالك من ديت. بل عايزك تعرفه هنا ان جوي بيجي بعده اه والادغامات بتاعتها زائد الرياضه، بس الرياضه دي لازم تكون بتتلعب بقوه او تكون رياضه ترفيهيه. تمام. وزي ما اتفقنا الاه بحطها بالشكل ده العاديه لو قدامي الرياضه محدد. لو مفيش محدد زي دولت بحط على حسب نوع الكلمه اللي عندي. دي بيجي بعدها مفرد مذكر، دي مفرد مؤنث، دي مفرد بادئ بمتحرك، ودي الجمع. طب ايه هي الرياضات الترفيهيه اللي عندنا في المنهج؟ هم دول بس: لي كارت اللي هي الكوتشينه، لي زيشيك الشطرنج، لي دومينو الدومينو، لوغو مليون اللي هي اللوتو اللي هو اليانصيب، ودي جو فيديو العاب الفيديو. زي ما انت ملاحظ كلهم جمع ما عدا بس ليغو مليون اللي هي اليانصيب، دي كلمه مفرد بدأ بمتحرك. تمام، مفرد مذكر كمان. وخد بالك كمان في كلمة دي جو فيديو، كلمة فيديو ما بتتجمعش، دايما بتبقى مفرد بالشكل ده. يعني جو واخدة اكس اللي هي الجمع بتاعها، يعني لو شلت الاكس ديت هتبقى لعبة، انما لما احط الاكس تبقى العاب. كلمة فيديو بقى ما بتتجمعش، بتفضل بالشكل ده. فاعرف المعلومة دي لان ساعات بيجي عليها اسئلة في الامتحان. تمام يا بطل، بعرفت اللي هتعرف في الجزئية ديت. فعل جوي هنحفظه، نعرف اللي بيجي بعده. يبقى جوي واضغاماتها زائد الرياضه، بس الرياضه دي لازم تكون بتتلعب بقوه او تكون لعبه ترفيهيه، والالعاب الترفيهيه موجوده قدامك هي تحفظها. وزي ما اتفقنا بحطها بالشكل ده لو عندي محدد. مفيش محدد بشوف نوع الاسم اللي عندي واحط حرف الجو المضغم على حسب نوع الاسم. تمام. طيب ده بالنسبه للفعل الثاني اللي ممكن استخدمه عشان اعبر عن الرياضه. الفعل الثالث معانا وهو فعل فاغ. ده طبعا فعل مجموعة تالتة وبمعنى برضه يمارس، فده بيتحفظ. بقول جو في، تي في، il on fait, nous faisons, vous faites, ils font. ده نحفظه وناخد بالنا واحنا بنحفظ ان الفو بيبقى اخرها او اس، والافيكاس والافيكاس بتبقى فو بالشكل ده. تمام. عشان يسهل لك الحفظ هتلاقي الجو والتي شبه بعض، ودول طبعا زي ما قلنا شبه بعض، ودي اخرها او ان اس عادي. فالمهم ده يتحفظ كويس. طب فعل فاغ بيجي بعده الرياضة بس مسبوقة بإيه بقى؟ بيجي فعل فاغ زائد أداة تجزئة زائد الرياضة. طبعا أدوات التجزئة هتلاقيها برضه مشروحة بالتفصيل في نفس الحصة بتاعة حروف الجر. تمام؟ فلازم تشوفها لو أنت متعرفهاش. فعامة فاغ أداة تجزئة زائد رياضة، بس هل بيجي أي رياضة بعد فاغ ولا رياضات معينة؟ بعد فاغ بيجي أي نوع رياضة سواء بتتلعب بكورة أو من غير كورة، باستثناء بس الالعاب الترفيهيه. يعني الالعاب الترفيهيه اللي احنا شفناها من شويه اللي هي الكوتشينه والشطرنج والكلام ده، دول ما بيجوش مع فعل فاعل. تمام. انما اي لعبه تانية او اي رياضه تانية بتيجي بعد فعل فاعل بس بحط قبلها اداه تجزئه. زي مثلا اقول جو في دي تينيس، انا امارس التنس. فهنا عندي فعل فاعل صرفته مع الجو عادي وجبت بعده اسم رياضه، فحطيت اداه تجزئه. طبعا اداه التجزئه اللي هي الدي بيجي بعدها مفرد مذكر، فالتنس مفرد مذكر فحطينا الدي بالشكل ده. هنا الفي دو لا ناتاسيون، هو يمارس السباحه. هنا عندي رياضه جايه بعد فعل فاعل حطيت اداه تجزئه، فالرياضه دي مفرد مؤنث حطيت الدولار. Il fait de l'escrime، هي تمارس المبارزة. فهنا رياضة بدأ مفرد بدأ بمتحرك حطيت الدو إلا أبوستروف اللي هي أداة تجزئة. فاشمعنى حطيت أداة التجزئة؟ عشان جاية بعد فعل فاعل. الفي دي كورس يعني بيعمل سباقات، فهنا نفس الكلام الرياضة جمع فحطيت الدي بالشكل ده. تمام. وكلمة فير دي كورس ممكن برضه تمشي بمعنى يتسوق، ده نشوفها بعدين. بس اللي عايزك تعرفه هنا ان فير بيجي بعده اداه تجزئه زائد الرياضه. ادوات التجزئه اللي عندي اللي هي دي بيجي بعدها مفرد مذكر، دولار مفرد مؤنث، الدولار بوستخوف مفرد بادئ بمتحرك، والدي زائد الجمع. او انت لاحظت هنا هتلاقي جاي اي نوع رياضه سواء بتتلعب بكوره زي التنس او ما بتتلعبش بكوره عادي، بس ما يجيش بعدها اسم رياضه من اللي هي الالعاب الترفيهيه. دي تبقى غلط لو جبناها بعد فير، خد بالك من ده.
تمام. فبالتالي لو عندي مثال زي ده اما اقول جي جو او كاراتيه وجو فيه دي كاراتيه، هنا لو لاحظت فعل جوي احنا قلنا جوي بيجي بعده والادغامات بتاعتها زائد الرياضه، بس الرياضه لازم تكون بتتلعب بقوه او تكون رياضه ترفيهيه اللي هم الخمسه اللي احنا حفظناهم. طبعا كاراتيه ما هيش لعبه ترفيهيه ولا هي رياضة بتتلعب بقوة، فبالتالي ما ينفعش استخدم معاها فعل جوي، لازم استخدم معاها فعل فير واقول جو في دي كاراتيه، لان فير بيجي بعده اي نوع رياضة باستثناء الالعاب الترفيهية. تمام، فتاخد بالك من دي لان بتوقع ناس كتير في الامتحان. تمام. طيب بيسألني عن ايه بقى في الحاجات ديت؟ بيجيب لي الفعل ويسألني على اللي جاي بعده. يعني احنا دلوقتي اخدنا فعل براتيكي، قلنا براتيكي بيجي بعده أداة معرفة زائد الرياضة. جويه بيجي بعده اضغاماتها زائد الرياضة. فير بيجي بعده أداة تجزئة زائد الرياضة. فهو بيسألني على اللي جاي بعد الفعل، يعني مثلا يجيب لي براتيكي ويقول له حط أداة معرفة ولا تجزئة ولا حرف الجر أو إضغاماته، وهكذا مع الباقي. فلازم أكون عارف كل فعل بيجي بعده إيه. واخد بالي ان براتيكي بيجي بعده اي نوع رياضه عادي، انما جويه بتبقى الرياضات اللي بتتلعب بكوره او اللي هي الالعاب الترفيهيه الخمسه اللي احنا حفظناها اللي هم الكوتشينه والشطرنج والكلام ده. انما فير بيجي بعده الرياضات اي نوع رياضه عادي سواء بتتلعب بكوره او من غير كوره، ما عدا بس الالعاب الترفيهيه اللي هم الخمسه. لازم تبقى عارف دولت، لان ساعات بيجيب لي مثلا جو نقط كاراتيه ويقول له حط جو او ولا في دي، فيبقى انا عارف ان كاراتيه تاخد فعل فير لان جوي عايز لعبه بتتلعب بقوه او العاب ترفيهيه. تاخد بالك من الحاجات دي كلها. تمام. طيب دي كده الافعال واللي بيجي بعدها. في بقى ملاحظه على فعل فير ده بالذات، ركز معانا ان دي مهمه وبتيجي دايما في الاسئله، وهي لما يكون فعل فاغ منفي يعني موجود بين النو والبا. في الحالة دي أداة التجزئة اللي هم اللي لسه شايفينهم بيتحولوا لدو أو دو أبوستروف. يعني إيه؟ جملة زي دي: جو فاتي فوتبول، أنا أمارس كرة القدم. هنا عندي فعل فاغ جبت بعده أداة تجزئة وجبت الرياضة. تمام. لما اجي انفي بقى الفعل فاغ يعني احطه من جزئين النفي اللي هما النو والبا هيبقى بالشكل ده: جو ني في با. أداة التجزئة تقوم متحولة لدو أو دو أبوستروف. طبعا الدو أبوستروف لو بعدها بادئ بمتحول، فهنا دي هتتحول لدو، يبقى جو ني في با دو فوتبول. فأنت خد بالك من دي. لو لقيت فيغ بين النو والبا كده فبتحط دو وتريح دماغك. لقيته مثبت ما فيهوش بين النو والبا، هتشوف بقى الرياضة اللي عندك إيه اللي نوعها إيه وتحط أداة التجزئة المناسبة. الجزئية التانية ان لو فعل فارغ ما هوش اللي منفي، يعني انا عندي الجمله منفيه بس فعل فارغ ما هوش اللي بين النو والبا، فعل تاني اللي بين النو والبا، في الحاله دي ادوات التجزئه ما بتتغيرش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني جمله زي دي: جيم فير دي فوت، انا احب ممارسه كره القدم. هتلاحظ هنا عندي فعل متصرف وجاي بعده فعل فيغ في المصدر. لما اجي انفي هنفي الفعل المتصرف اللي هو الاولاني فيبقى بالشكل ده: جو نيم با فير. هنا عندي نفي بس فعل فاغ ما هوش اللي بين جزئين النفي، فعل فاغ بره بعيد. في الحالة دي أدوات التجزئة ما تتغيرش ما تتحولش لدو، أحط أداة التجزئة عادي على حسب نوع الاسم اللي عندي. فبالتالي الدي اللي هي أداة التجزئة هنا في الجملة المثبتة فضلت هي نفسها برضه في الجملة المنفية. السبب عشان فاغ ما هوش بين النو والباو. طب مثال تاني: جو سي فيغ دي تينيس، أنا بعرف ألعب تنس. لما أجي أنفي هنفي الفعل الأولاني اللي هو المتصرف، فبالتالي فعل فيغ مش هيبقى بين النو والبا، فأداة التجزئة ما تتحولش يبقى جو ني سي با فيغ دي تينيس. يبقى انت ببساطه فارغ بين النو والبا حول لدو او ضا بصحاف. فارغ ما هوش بين النو والبا خلاص سيب ادوات التجزئه عادي حطها على حسب نوع الاسم اللي عندك. اتفقنا؟ خد بالك بقى من اللي جايه لانها مهمه، ما عدا الجمله اللي جايه دي وهي رياضه اسكي. مع رياضه اسكي بس ادوات التجزئه بتتحول لدو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني جمله زي دي: جو سي فيغ اسكي، انا بعرف امارس التزلج على الجليد. لما اجي انفي هنفي فعل الاولاني اللي هو سي، يبقى جوني سي با فيغ. المفروض هنا فيغ ما هوش بين النو والبا، يعني اداه التجزئه تفضل زي ما هي دي في الجمله المنفيه، بس عشان عندي رياضه سكي فاداه التجزئه اتحولت لدو، فقمت قايل جوني سي با فيغ دو سكي. تاخد بالك من دي لان دي مهمه لو توقع ناس كتير في الامتحانات. تمام يا بطل؟
ركز بقى معايا في الجزئية اللي جاية ديت لأنها مهمة. لما يكون عندي فعل فاغ منفي، بس منفي فين؟ في الأزمنة المركبة، يعني جاي في زمن الماضي الحديث أو المستقبل القريب. طبعا الماضي الحديث والمستقبل القريب مشروحين بالتفصيل في كورس التأسيس. فعامة الماضي الحديث كنا بنقول بيتكون من فونير دو زائد المصدر، والمستقبل القريب من تصريف فعل أليه زائد المصدر. تمام؟ فدي الأزمنة المركبة. فلو فعل فاغ في الأزمنة ديت والأزمنة دي منفية، أدوات التجزئة بتتحول لدو أو دو أبوستروف، بالرغم إن اللي بيبقى بين جزئين النفي هو تصريف فعل أليه أو تصريف فعل فوني. طيب نشوف مثال عشان نفهم أكتر. جملة زي ديت: جو فيان دو فيغ دي تينيس، أنا لعبت للتو تنس. طبعا هنا عندنا فعل فيغ جاي بعده الرياضة، فحطينا أداة تجزئة لأن احنا حافظين فيغ أداة تجزئة ورياضة. طبعا حطينا الدي عشان الرياضة اللي عندي مفرد مذكر اللي هي التنس. تمام، دي سهلة وحافظينها. هنا بقى لو لاحظت هتلاقي عندي فونير وجاي بعده دو وجاي بعده الفعل في المصدر اللي هو فعل فيغ، فده زمن الماضي الحديث. طب انا لما اجي انفي الماضي الحديث بنفي ايه؟ بنفي فعل فونير، هتبقى بالشكل ده: je ne viens pas de faire de tennis، انا لم امارس التنس للتو. هتلاحظ ان اداه التجزئه اتحولت لدو، بالرغم ان فعل فيغ مش بين النو والبا، انما اللي بين النو والبا ايه؟ تصريف فعل فونير، لان ده زمن الماضي الحديث، واحنا اتفقنا فيغ في الماضي الحديث ادوات التجزئه تتحول لدو. ماشي يا شباب؟ طيب مثال تاني عشان نفهم: جو في فيغ دي تينيس، انا سوف امارس التنس، ده زمن المستقبل القريب. عندنا فعل اليه متصرف زائد الفعل في المصدر، فلما اجي انفي المستقبل القريب هنفي فعل اليه، يبقى جو ني في با فيغ دو تينيس، انا لن العب او لن امارس التنس. فانا هنا نفيت المستقبل القريب، فبالتالي اداه التجزئه اتحولت لدو. ماشي؟ طيب هنا هتقول لي سؤال: طب ليه هنا ما عملناهاش زي اللي فوق؟ يعني هنا كنا في اللي فوق بنقول فاغ، ما هوش من النو والبا، فاداه التجزئه ما كانتش بتتحول لدو، كنا بنحطها عادي على حسب الاسم اللي جاي بعدها. انما هنا اداه التجزئه اتحولت لدو مع ان فاغ ما هوش بين النو والبا، فعل فونيغ وفعل اليه هما اللي بين النو والبا. لان ببساطه فعل فونيغ واليه في الجمله ديت ما هيش افعال اساسيه، هنا جايين كافعال مساعده. طب يعني ايه فعل مساعد؟ يعني انا بكتب فعل فونيغ والدو وبعده فعل في المصدر، ده التكوين بتاع الماضي الحديث، يعني الفعل الاساسي هنا هو فعل فائغ. ونفس الكلام في المستقبل، بكتب فعل اليه زائد المصدر، فالاساسي هنا هو فعل فائغ. يعني لما اجي انفي بنفي فعل فائغ، يعني لما اجي اترجم الجمله بقول ايه؟ انا لن العب تنس، انا لن العب. تمام؟ اللي اتنفى إيه؟ اللي هي العب، اللي هي فاغ، لن امارس التنس. انما فوق هنا مثلا كنت بقول انا لا احب العب كرة القدم، انا لا احب، فاللي كان اللي منفي كانت يحب، فيحب ما لهاش علاقة بادوات التجزئة والحاجات دي. تمام؟ فعامة عشان ما تتلخبطش وتتوه مني، ببساطة انت عارفها كده زي ما اتفقنا: فاغ اداة تجزئة ورياضة، دي في الجمل العادية. طب لو فاغ كان منفي يعني بين جزئين النفي، بحول أداة التجزئة لدو أو دو أبوستروف لو بادئ الرياضة اللي بعدها بمتحول. طب تمام، ده لو فاغ بين جزئين النفي واضحة كده. طب فاغ ما هوش بين جزئين النفي، يعني أنا عندي نفي في الجملة بس فاغ ما هوش اللي بين النو والبا. ببساطة هنا هتشوف إيه اللي بين النو والبا. لو كان اللي بين النو والبا فعل فونير أو فعل أليه، يعني زمن الماضي الحديث أو المستقبل القريب، خلاص هتحول لدو أو دو أبوستروف وتريح دماغك. طب فعل مختلف عنهم، يعني فعل مختلف عن فونير وأليه، في الحالة دي بحط أداة تجزئة عادي على حسب نوع الاسم اللي جاي عندي. تمام؟ يبقى هي كل المشكلة إن فاغ لو ما هوش بين النو والبا، فأنت هتشوف إيه اللي بين النو والبا. لو كان أليه وفونير يبقى حول لدو. حاجة مختلفة عن أليه وفونير يبقى خلاص تحط أداة تجزئة عادي مناسبة على حسب الاسم اللي عندك. طب أنا لو عندي الجملة منفية يعني فيها نفي عامة، وعندي كلمة سكي دي أحط معاها دو وأنا مغمض زي دي كده: جو ني با فيغ دو سكي، طالما عندي وديت سكي بس والكلام ده مع سكي بس، بحط قبلها دو وبشرط اساسي تبقى الجمله منفيه ايا كان وضع فيغ. طالما في نفي في الجمله وعندي كلمه سكي حط دو وريح دماغك.
طب حد هيقول لي طب ماسكيها هي ما حطيناش دو قبلها، لان انا قلت لك لازم تبقى الجمله منفيه عشان احط الدو، انما هنا الجمله مثبته عادي، فانا عارفين فيغ اداه تجزئه رياضه، فهنا رياضه مفرد مذكر حطيت اداه التجزئه عادي. تمام. وصلت يا شباب؟ يعني ما ندخلش الامور في بعضها. يبقى انت عندك ببساطه فيغ بين النو والبا حول لدو او دو ابوستروف. فيغ مش بين النو والبا، هتشوف ايه اللي بين النو والبا، لو كان الي وفونير يبقى حول لدو، مختلف عنهم يبقى ما تحولش لدو، تحط اداه تجزئه مناسبه للاسم. عندي في نفي وعندي كلمه سكي، خلاص حط دو وريح دماغك. ماشي، ده تحويل ادوات التجزئه لدو في الجمله المنفيه. في عندي كمان ادوات التجزئه ممكن تتحول لدو لو جات بعد ظرف كميه، يعني جات بعد كلمه من دول، بوكو هي كثيرا، السي ما يكفي، بو قليلا، ترو اكثر من اللازم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني جمله زي ديت جو في دي تنس، انا امارس التنس. طب انا عايز بقى ازود ظرف كميه، يعني مثلا اقول جو في بوكو دو تنس، انا امارس كثيرا من التنس. هتلاحظ هنا ادوات التجزئه اتحولت لدو. يبقى تاني ملاحظه ان ادوات التجزئه لو جت بعد كلمه من الكلمات دي تتحول لدو او دو ابوستروف. تمام يا شباب؟ دي كل القصه. يبقى عشان ما تتلخبطش، انت هتشوف النقط جايه بعد فعل فاغ قدام الرياضه، يبقى انا هحط اداه تجزئه. لو الجمله عاديه زي ديت هحط اداه التجزئه مناسبه للاسم عادي. لو لقيت قبل النقط في كلمه من دولت بحط دو او دو ابوستروف. تمام. وموضوع النفي احنا شفناه من شويه وقلناه كتير. اتفقنا؟ طب ده بالنسبه للجزئيه دي. بعد كده عندي الالات الموسيقيه. الآلات الموسيقية اللي هي لو بيانو، لو فيولون، لا جيتار، لا ترومبيت، لو ساكسفون، لو زيلوفون، لورج، لا فليت. طبعا لورج كلمة مسكولة يعني كلمة مذكرة. دي الآلات الموسيقية اللي عندي في المنهج. دي لازم تحفظها كويس، تشوف الكلمة تعرف معناها وتعرف مذكرة ولا مؤنثة. طيب أنا لو عايز أعبر عن الآلة الموسيقية عندي طريقتين، يا اما استخدم فعل فاغ ويجي بعده اداه تجزئه زائد الاله الموسيقيه، يعني مثلا اقول جو في دي بيانو، انا امارس البيانو يعني بعزف البيانو. هنا فعل فاغ جه بعده اداه تجزئه، وهنا كلمه بيانو مفرد مذكر فحطيت اداه التجزئه المفرد المذكر. هنا جو ني في با دو فيولون، انا لا امارس الفيولون، انا لا اعزف الكمان او لا امارس الكمان. هنا عشان فيغ بين النو والبا فادوات التجزئه اتحولت للدو. طبعا المفروض كنا نحط اللي هي دي زي دي عشان فيولون مذكر، بس حولناها لدو عشان عندي فيغ بين النو والبا. ونفس الكلام اللي قلناه على فيغ مع الرياضات بيتطبق برضه مع فيغ مع الالات الموسيقيه. طب دي اول طريقه عشان اعبر عن الاله الموسيقيه، ان انا بستخدم فيغ اداه تجزئه اله موسيقيه. الطريقة التانية إن أنا أستخدم فعل جوي بس يجي بعده دو، دي، دولا، دولا بستخوف دي زائد آلة موسيقية. هتقول لي دولت شبه أدوات التجزئة، تمام هم شبههم، بس دي حروف جو مدغمة. عشان تفهم الفرق بين حروف الجو المدغمة وأدوات التجزئة ارجع شوف الحصة بتاعت كورس التأسيس بتاعت حروف الجو. تمام. فعامة جوي بيجي بعده حروف جو مش أدوات تجزئة زائد الآلة الموسيقية. يعني مثلا أقول جي جو دو لورج، أنا أعزف الأورج أو بعزف أو بلعب بالأورج. هنا جو ني جو با دو فيولون، أنا لا أعزف الكمان. هنا هتقول لي طب إزاي هنا في نفي واللي هي الدولت ما تحولوش لدو حطيناه دي عادي؟ لأن دول ببساطة دي زي ما قلت لك حروف جو مدغمة، فحروف الجو ما بيتأثرش بالنفي، انما اللي بيتاثر بالنفي هي ادوات التجزئه. تمام يا بطل؟ طب يبقى بناخد بالنا هنا ان جوي مع الالات الموسيقيه بيجي بعدها حرف الجو دو والادغامات بتاعتها، ما بيتاثروش بالنفي. تمام. طب بعد كده عندنا الاربع افعال دول اللي هم ايمي يحب، ادوغي يعشق، بريفيري يفضل، ديتيستي يكره. الافعال دي اسمها افعال الميول، دول لازم تحفظهم صم. الافعال ديت بيجي بعدها اداه معرفه زائد الاسم. طبعا ادوات المعرفه اللي هي اللو والله والابوستروف واللي. يعني مثلا جمله زي دي جيم لو بيانو، انا احب البيانو. جادور لا ناتاسيون، انا اعشق السباحه. جو بريفير ليكيتاسيون، انا افضل الفروسيه. جو ديتيست ليزيشيك، انا اكره الشطرنج. لو لاحظت الافعال دي كلها جاي بعدها ادوات معرفه زائد الاسم. طب يبقى في الامتحان بيجيب لي تصريف الافعال دي، طبعا كلها افعال مجموعه اولى تصريفها سهل،
ويجيب لي بعدها نقط، فابقى عارف ان الافعال دي اسمها افعال الميول، بحط ادوات معرفه. طبعا بحط اداه المعرفه على حسب الاسم اللي عندي. يبقى دي الحصه الاولى من اللي هو الدرس الاول في سنه ثالثه. هحدد لك تحت في وصف الفيديو ان شاء الله او في جزئيه الواجب الاسئله اللي انت تقدر تحلها في كل كتاب خارجي. ولو عندك كتاب ما كتبتوش يبقى اكتب لي تحت في التعليقات وانا اقول لك على الواجب فيه من منين لفين. تمام. فده كده انت ان شاء الله الواجب هكتبه لك تحت. والحفظ هتحفظ اسماء الرياضات ديت، وتحفظ اول مربع من الكلمات المذكره في اي كتاب عندك. لو كنت بتشتغل من ميوسي او برافو هتلاقي الكلمات المذكره بتاعت الدرس الاول، هتلاقي احفظ منهم مربع بالاضافه للي هي اسماء الرياضات دي. وما تدخلش على الحصه الثانيه غير لما تذاكر الحصه دي كويس وتحل عليها الاسئله. وان شاء الله الواجب هبقى انزل لك ليه الاجابات بتاعته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.